والمدرب المغربي جمال السلامي والمشاكل اللي كيلقى مع اشباه المحترفين، هو حط خطه للمنتخب الاردني وموسى التعماري كيطلب خطه اخرى. هو في هذه واحد اللقطه هنايا اللي كتشوفوا طلب لاعبين الاردنيين يطلعوا الكره عند منتخب سويسرا، ولا يعقل باش لاعب ارتكاز يطلع يهاجموا الكره عند الخصم. هذه في قاعده عامه في كره القدم، ومن المكان الارتكاز نجا الهدف والهدف الثاني. وحاليا الاعلام الاردني داير رجع واش من رجع على هذه اللقطه هذه. والغريب في الامر كاين اللي كيعاتب المدرب المغربي. وسبحان الله العظيم اللاعبين ديال المنتخب الاردني حمزه الدردوري كان خلق مشكل مع حسين عموته، دابا موسى التعماري نفس الشيء مع جمال السلامي، ومن قبل بعدا كان محمود الجوهري المصري ما عمرنا سمعنا كاين شي مشكل عنده في المنتخب الاردني. ومن بعد جاء عندنا ندرجال العراقي وكذلك، الا مع المدربين المغاربه سبحان الله العظيم. واش ما عندنا ظهر مع هذا الحرب ولا ما عرفت. نقلت الكره الاماميه، الضغط العالي على لاعبي منتخب سويسرا يؤدي الى ارتباك الكره الان اماميه في ظهر الدفاع. الكره موجوده حاضره وياتي ثاني الاهداف.